كبرى، وجاب دفع من مجموعه من الاصدقاء. والاسم صراحه هو اختيار واحد الصديق مقرب، صراحه هو اللي اختار هذا الاسم وجعل الهواء ملي جعل تقريبا سي بون. شيخ تحديد شيخ البدو، اسم بدوي يدل على صاحبه. انا راه غير بدوي في الخيمه وصافي، كنقابح في الخيمه ونجي للمدينه مولي وكنقابح، وهذه هي الحياه. اسم على مسمى كما كيقولوا أستاذ شفيق. أنت معروف على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوبك الساخر والجريء. هل تعتبر هذا الأسلوب هو طريقة أفضل للتواصل مع الجمهور؟ وما دافعك لاختيار هذه المواضيع اللي كتكون فيها؟ هو الاسلوب الساخر، هو تقريبا هذا نوع من ثقافتنا احنا في مجتمع البيضان، ومن ثقافتنا في الاقاليم الصحراويه بريك. هو هو هذا الاسلوب. تسليط الضوء على القضايا معينة، وكيف تتعامل مع الانتقادات التي قد تواجهك من العالم الآخر؟ اللي بغى ينتقد ينتقد، اللي بغى يسب يسب، انا ما عندي سوق. اللي بغى ينتقد ينتقد. ولكن غنقول لكم واحد المساله، راه طيلت هذا الشيء اللي دوزت في التيك توك، لم يتجرأ اي جزائري انه يهاجمني في الخاص او يسبني في الخاص الا اثنين فقط، جوج، وندمتهم. ندموا على حياتهم، ندموا على النهار اللي صيفطوا للشيخ البدوي في القاف، ندمتهم. ولكن انا فين كيكون الهجوم عنيف، فين كنسمع الكذب صراحه، فين كنسمع التزوير في التاريخ وفي شي كيعطيني تاريخي انا وتاريخ المنطقه وتاريخ هذو القبائل اللي جاهدوا وكافحوا وكانوا صراحه كانوا حجر زاويه في تاريخ المملكه المغربيه، لانها تقريبا مشتركه، لديها قواسم عده مشتركه، منها التقاليد، منها اللهجه، منها ايضا الامتداد القبلي والعرقي لهذه المجتمعات، من المحيط الاطلسي، من الصحراء المغربيه الى تقريبا مالي والنيجر. ولكن اخذ اتطرق الى المجال القبلي بالطريقه الايجابيه، الامتدادات القبليه عبر التاريخ، التواجد القبلي عبر التاريخ، المساهمات للقبائل في التجاره في شمال افريقيا، ايضا مساهمه هذه القبائل في مكافحه الاستعمار الفرنسي والاسباني. تكتلاتها الان القبليه، هل هي تكتلات لا زالت تحت ذيك العقليه القبليه القديمه، ام تطورت الى عقليه وطنيه مثل ما يقع لنا احنا الان في الاقاليم الجنوبيه في المملكه المغربيه؟ لان خرجنا من هذه المرحله، اصبحنا الشعب الجزائري ما غاديش يتقبل هذاك النظام، الله تيديروا عليه فوره. شتي دابا ما كيديروا الثوره على التبون ولا على العسكر، ما كيديروهاش لانهم قابلين، لانه هو قابل. الشعب الجزائري قابل هذه الوضعيه، الشعب الجزائري تبرمج على هذه الوضعيه. اذا خاصك سنوات وسنوات وسنوات ويكون التغيير من الداخل، وإلا جا التغيير من الداخل سوف يثورون على ذلك المغير الداخلي، فما بالك بمغير جاي من الخارج؟ ما يمكنش. راه المشكله فيهم هما، ماشي فينا حنا. امال اي مغربي دابا تقول له مشكلتك مع الجزائر، يقول لك اودي انا مشكلتي راه ما عنديش مشكل مع الجزائري، انا كنصح الجزائري. هذا دابا اللي كنديرو حنا مع الجزائر راه ماشي عداء، راه فين تقبضوا في جانب المنطق والعقل، راه ماشي عداء. لان حنا كيقول واحد المثل عندنا، كيقول لك اقبض الطريق اللي مبكينك، ما تقبض الطريق اللي مضحكينك. شتا هذاك اللي كينصحك وكيندمك وكتقول الجاب ولي كاع ما بغيت، راه هذاك هو اللي خاصك تشد الطريق ديالهم. واحد يقول لك ودي طلق وسير، لا لا لا، راه هذاك هو الواقع. حنا دابا حنا كننصحوهم نصيحه الاب، نصيحه الاخ، نصيحه الام، نصيحه الاخت، فهمتي، نصيحه الوالدين. ولكن هما لا امل ولا حياه لمن تنادي. اش هذه الاشكاليه. اما المنصات صراحه فيها قدر ديال العدوانيه، وهذا حق مشروع. فيها الهجومات، هذا حق مشروع. انا كنقول حق مشروع، لانك انت واحد كتكلم بلا باقه كيطلع كيسبك بحال الاوراسي. دابا انت كتضحك في التعليقات الاوراسي، دخلنا عليك بالله حنا قلنا شي حاجه كتضحك، يلا ها فين بدا الكلاخ، ها الاوراسي دابا، هو غير انت الاوراسي دابا، والله لا تبدل بالله.
ولكن يتبدل بواحد المساله. غادي نشدوا الاوراسي وكونغستر وهشام واسمه هو وداك السطوفادز اللي كيجي عند الخياط ومو 10 10 10. هاد 10 غادي نشدوهم وغادي نهزوهم وغادي ندوهم للصيد الشعبيه وغادي نصرفوهم بجوج شناوه. يسخروا لنا هذوك الشناوه، ما سخروا لنا هاد العشره، والله ما يسخروا بالله. كاينه وعبد المالك حتى هو أه؟ وعبد المالك وعبد المالك هذاك ريزو، هذاك كاع هذاك فين، هذاك سير صرفوا بدوك، هذاك غاب وحده يعطيونا فيه جوج. هذاك صرفوا بدوك السكان ديال غابه الامازون. نفس السؤال. تسليقيت بعض الاوقات بالخصوص في هذيك القضيه ديال هولندا فين كيصور المدابزه راكب على موطور. عجبني فيها صراحه. انسان عنده طرحه. ضربوا له مسكين ذاك النهار الكونت الكبير كاع مشى له كومبليتمون، كان عنده واحد الكونت كبير ديال تيك توك مشى له كل شيء. انسان عنده هذاك الاسلوب الاسلوب الساخر. الساخر. لا علاقة لهما بمنصة أسعد الشرعية، عندهم اختلاف. لا هو غير شوفي، غير باش نكونوا شويه باش ما نبقاوش في نفس الدائره. انا ننصح باش ما نبقاوش في نفس الدائره. كل شيء كيبغي يقارن بمنصه الشرعيه، راه كلها عنده طريقته. راه الطريقه كتلعب دور والتواجد ايضا كيلعب دور. واش فاهم؟ راه التواجد الاستمراريه هي اللي كتلعب الدور. باش تخدم على المنصه وتبقى راه مجهود. هذاك راه مجهود. واش غتقدري يوميا تبقاي فاتحه يوميا مريم؟ لا ابدا. لا. واش عندك دابا الامكانيات؟ انت دابا شوفي غير الربط ما بين التيك توك واليوتيوب، خاصك المشرف اللي معاك. هذاك المشرف هو اللي راه غادي يضيع وقته معاك. راه كاين تفاصيل فهم الناس ما غاديش تعرفها. كيف قال البارح السعد والعاصمه، هذا الشيء عباد الله راه كاينه مصاريف. واش فاهم؟ راه مصاريف. انا راه كنبوظ لهاد الناس، والله الا باز لهاد الناس اللي كتجبروا فاتح المنصه، ها هو في التيك توك، ها هو في اليوتيوب، راه مصاريف يا عباد الله. راه وقت. واش دابا غير المشرف اللي معاك، المشرف غادي يبقى قاعد معاك انت يوميا 3 السوايع 4 السوايع، هو مراقب لك التعليقات في التيك توك. الانرجي، الطاقه، الطاقه، الجهد ما بطبيعه الحال. ما يمكنش غادي تكون نفس الوتيره يوم. ها الاخ شعيب من فلسطين، ومن هنا نحيي انت يا شيخ البدو الموديغاتور ناضوليا قال لك بلا خلاص. لا بطبيعه الحال، لانه لا دابا كاين اللي كيقول لك لا غير افتح ندير واهلي يجي افتح دير شحال خاصك. بالمناسبه كنحيي الاخ شعيب، ها هو في تعليقات الاخ من فلسطين. وكنحيي ايضا الاخ زكريا الصبح صراحه استاذنا الفاضل المتمكن، وابو عابد، حيهم هذو اخوه فلسطينيين ايضا. نلاحظ ان لديك ضحكه متميزه تحظى باهتمام كبير من متابعينك. هل تعتبر الضحك جزء من شخصيتك ام هو مجرد وسيله لتخفيف الجديه في بعض الاحيان؟ ولا هي راه كي قلت لك، هو بعض الاوقات كتسمع امور تتخذ الهزله في موضع الجدي، ما عندك غير تضحك وصافي. ما عندك غير تضحك ديالك هي اللي ترند. صافي. انت طالع واحد بحال هذاك اللي قلت لكم، اللي اول مره طلعت عنده سعد الشرعي، السيد مريح في سويسرا كيعرف راسو على انه حقوقي يدافع عن حقوق الشعب الصحراوي المستعمر من المخزن المغربي، والسيد ضرب كومبلي كلاس وقاميجا كلاس والماكانا رولكس وقاعد سيدي متبرع مع راسو. يمكن تذكرنا بها الى عقل على شي طريقه من الطرائف اللي طرات لك؟ صيفطت لي واحده في الخاص المغربيه، قالت لي خويا الشيخ مرحبا السلام عليكم. مرحبا اختي، مرحبا بك، لاباس. قالت لي خويا عندي واحد الطلب، الله يرحم لك الوالدين وما ديرها مني قلت الصواب. قلت لها تفضلي ماشي مشكل. قلت لها الطلب شوف. قالت لي خويا بغيت الضحكه ديالك بغيت نديرها سونوري في التليفون ديالي، راه كتعجب ولدي. والله يا ودي زين العابدين اللي يعقوب، انا تعرف شنو قعدت نقول؟ والله يا اخي اللي قعدت كنضحك. قلت
ماشي مشكله، ديريها في التليفون، ديريها قلت لها حتى في السونوري ديال الباب ما عندي مشكله انا. ديريها في الالارم ديال الطوموبيل، لا داكشي قلت لها ديالكم. باختصار، اه رأيك في زيارة ماكرون للمغرب والردود الأفعال حول موضوع الصحراء المغربية؟ هو شوفي، هو ماكرون مجرد اداره للدوله الفرنسيه، اتت بها انتخابات وتذهب بها انتخابات، ولكن كيبدا طرحي ديما انا صراحه لا اميل للفرنسيين ولا ارتاح للفرنسيين. غنقول لك هذا لانه جميع التجارب والمعطيات ياسره والوقائع ياسره بلا ما نسردوها. لا اثق في الفرنسيين جمله وتفصيلا، لا اثق فيهم. سؤال غريب، يقول البعض أن هناك وجه شبه كبير بين شيخ البادو والرأي المغربي في قوة الشخصية، السلاسة والتمكن من الحوار، السرعة البديهية، الذكاء، نبرة الصوت، الإذاعية والطنز برو ماكس. ألم يخطر ببالكم تويتو بيناتكم ديو اللي منصة تكون منصة تنافس ولها صيت كبير بين المنصات المغربية والمشرقية؟ وهل عندك صداقة تجمعك مع الرأي المغربي في أرض الواقع؟ لا، هي صداقه في ارض الواقع ما هي كاينه صراحه. كاين